فهو ما سألهاش وهي مستنية، فده ملخص علاقات كتير جدًا بتحصل في دي حياتنا. من أكتر الحاجات اللي لقوها بتخلّي صعوبة حل المشكلات الزوجية؟ يعني وجهة نظرها عن المواجهة غلط، إمم. كلمة مواجهة equal خناقة، صوت آه. عالي، زعيق، هاخسر الطرف التاني، هابقى لوحدي. علِّم نَفْسك التقبُّل، علِّم نَفْسك إنّك تعرف تتعامل مع أنماط مختلفة. إيه الحاجة اللي ما ينفعش ما أواجهش فيها؟ لمّا يبقى في سلوك معيّن بيحمل معنى إهانة. كان في واحد مراته حامل، إمم، أوكي، فمع الحمل الهرمونات بتتغيّر شوية، فبيتغيّر شوية إيه، انفعالات وعصبيات وكده. المهم حصل موقف معيّن هو عمله، فهي زعلت جدًا منّه، أوكي، وبعدين هو راح سأل الدكتورة بتاعتها هو انفعالاتها دي عادي، هو غضبها ده عادي؟ قالت له: "آه، ده الهرمونات ومش عارفة إيه بتعمل كده للست، ممكن تلاقيها زعلانة مش عارفة زعلانة من إيه، يعني إيه استحملها واصبر واعمل نَفْسك مش واخد بالك وخلاص الموضوع عدّى." إمم، أوكي، المهم هي زعلانة منّه جدًا ومستنية إن هو يلاحظ إن أسلوبها اتغيّر وإن طريقتها مش زي الأول علشان يسألها، إمم، فهو طبعًا الدكتورة قالت له إيه، تقبّلها، إمم، فما سألهاش، وفضلوا كده لحد ما في الآخر انفجرت، اللي هو أنا كل ده زعلانة وأنت مش واخد بالك وحتى ما سألتنيش، يعني حتى مش ملاحظ لا الفرق اللي أنا باعمله ولا فارقة معاك. فدي كانت من أكتر الحاجات اللي بتمثّل أهمية فكرة المواجهة. المواجهة فعلًا بتخلّي الطرفين مُبصرين بحاجات ممكن ما يكونوش يتخيلوها، يعني هو لو كان جرّب أصلًا يروح يسألها هي ليه بتعامله كده، كان لخّص على نفسه كل انفعالاتها أو كل حاجة بتحصل بينهم وهو مش فاهم، وهي كمان مستنية منه رَد فعل إنه هييجي يسألها، فهو ما سألهاش وهي مستنية، فده ملخص علاقات كتير جدًا بتحصل في حياتنا كلنا لمّا حد بيضايقنا بحاجة وإحنا بنبقى عايزينه يحس لوحده، يفهم لوحده. ساعات كتير جدًا كلنا يعني إحنا بشر، وساعات كتير بنعمل تصرفات ما يعني مش بناخد بالنا، لو أنا ما واجهتش الطرف التاني وقُلت جوايا لأ ده موقف صغير هو ممكن يحس لوحده، ممكن يتصرف التصرف ده كل شوية، فيبقى عندي تراكمات تجاهه، والتراكمات بتخلّينا مش عارفين نتعامل مع بعض، في فجوة، في حاجز بيننا. تعرفي إن دي من أكتر الحاجات اللي لقوها بتخلّي صعوبة حل المشكلات الزوجية؟ ده حقيقي. إيه بقى، إنه أنتِ خلاص هُم عايشين مع بعض 10، 15 إمم، سَنة، إمم، ييجي بقى الاستشاري يدخل هنا في اللقطة دي، عارفة، فييجي يدخل في اللقطة دي فيحل المشكلة الحالية، هُم جايين بمشكلة، آه. فتلاقي المشكلة الحالية لأ، ما هو أصل هو عمل كذا من لمّا 5 كذا. سنين مثلًا هو عمل لي حاجة معيّنة. آه. وهو يقول لأ، ما هي مش أول مرّة تعملي كده أو تستجيبي إمم، بالطريقة دي، فالتراكمات في حاجات ما بنواجهش بعض بيها ونسيب المشاكل، يا إما ندّيها مسكنات، إمم، يا إما نحلّها حلول مؤقتة، يا إما نسيبها أصلًا ماشيين بيها في الحياة، ما فيش حاجة بتمشي كده. ده يعني من حقيقي. أكتر الحاجات اللي باحاول أوصّلها للناس اللي بتعاني من مشاكل معيّنة، إن الحياة ما بتمشيش كده، هي بتيجي وقت وخلاص دخلنا في حيطة سد. أيوه. طب ليه نوصل للمرحلة دي؟ ما نبتديها من الأول، نواجه بعض بالكلام. بنوصل للمرحلة دي علشان الناس يعني وجهة نظرها عن المواجهة غلط. إمم. كلمة مواجهة equal خناقة، صوت آه. عالي، زعيق، هاخسر الطرف التاني، هابقى لوحدي. فكل المعاني دي معاني سلبية، يعني عقلي رابط إن هي حاجة سلبية، عشان فأكيد الليلة تبقى هارجع خفيفة. لورا، إمم. مش هاعمل حاجة. وكمان إنه خلاص يعني طالما أنا واجهت لازم أبقى عندي كده يعني يعني عندي فكرة عن إن أنا هادخل في صراعات، هادخل في حوارات، في ناس بتخاف تخش في حوارات، في ناس بتخاف من الخناقات، فتقول لِك أنا لسه هاعمل مشكلة، لأ خلاص بقى أنا مش هاواجه، يا يحس لوحده بيفهم لوحده، يا خلاص هي حاجة صغيرة وهتعدي، بس اتضح في دراسة اتعملت قالت لِك إنه أكتر حاجة بتبوظ العلاقات الزوجية أو أي علاقة عمومًا طويلة الحاجات الأمد. الصغيرة. إمم. المشاكل الكبيرة دي مش يعني تأثيرها مش قوي إن العلاقة تتهدم زي الحاجات الصغيرة، اللي أنا بافضل أعدّيها، أقول مش مشكلة، أقول ما حسّش، أقول يمكن ما خدش باله، ولكن يعني إحنا لمّا بنواجه لازم الأول نعرف إن المواجهة قوة، بتخلّي العلاقة مترابطة، متماسكة، لإن أنا هاقول للطرف التاني الحاجات اللي مضايقاني منّه أو التصرُّف الغير مقصود اللي عمله، وبالتالي أنا باقي عليه، أنا عايزاه في حياتي، فالمواجهة قوة. هي فعلًا المواجهة تعريفها عند بعض الناس فكرة إنه إيه، لأ ما تخلّي الدنيا ماشية لطيفة، إمم، هو مين قال إن أنا لو واجهت لازم أواجه بطريقة تخلّي الدنيا ما تمشيش لطيفة، إمم، أو إن أنا أواجه فيحصل بسبب المواجهة دي خناقة وخلاف وممكن يعني إيه، نسيب بعض كأصحاب، نسيب بعض إمم. مين قال كده؟ إحنا اللي اتعودنا على كده لإننا كنا بنواجه غلط. أيوه، فلمّا إن شاء الله هنذكر بقى استراتيجية المواجهة إن شاء الله الحلقة الجاية، لمّا نذكرها ونعرف إحنا إزاي المفروض إن إحنا بنواجه ونتعامل صح مع اللي قصادنا لمّا نختلف معاه في حاجة، هتلاقي إن الدنيا مش بتمشي لازم خلاف وخناقة. إمم، بس هي الفكرة الأول يعني إحنا نواجه في إيه؟ إمم، يعني إيه الحاجات اللي ممكن نواجه فيها؟ يعني باشوف إنه كفكرة مواجهة إحنا ماشي شغالين في الريتم ده بقى لنا فترة كبيرة جدًا، نقول لازم نواجه، بس نواجه في إيه؟ من ضمن الحاجات اللي بالاحظها جدًا إن في كل واحد فينا إمم،
ليه نمط شخصيه. إمم. احيانا اللي قدامك هو مش متقبل نمط الشخصيه اصلا، انت بتعمل المشاكل. والله احنا اصحاب مش متقبلين انماط شخصيه بعض، فممكن عادي يعني مش لازم اصلا نبقى اصحاب. أيوه. لكن لما نبقى مثلا اهل في بيت واحد، أيوه. هنعملها ازاي دي؟ ما تتعملش. إمم. لازم ندير الموقف ده. أيوه. فلما يبقى الاختلاف في انماط الشخصيات، انا محتاجه ان انا هنا اوسع التقبل. إمم. ليه؟ مثلا فاطمه مثلا ممكن تكون مثلا سريعه في الريتم بتاعها، إمم. حركيه، عندها طاقه عاليه، وانا عكسها تماما. إمم. طبعا طبيعي ان احنا السرعات مش ماشيه مع بعض، أيوه. فطبيعي ان هيحصل ايه. touch أو خلاف. إمم. انت هتشوفيني مثلا بارده او بستفزك، وانا هحس ان انت بتوتريني. أيوه. هي دي حقيقه. بس في نفس الوقت ده مش هيغير ان ده نمط فاطمه وده نمط رودينا. فاول حاجه لما يبقى الموضوع في نمط شخصيه، انا محتاجه رقم واحد اتقبل، رقم اتنين احاول أدير. اديره. إمم. اديره ازاي بقى؟ طب معلش يا فاطمه ما تقوليش كلمه بسرعه عشان بتوترني. أيوه. طب لما يبقى في حاجه قولي لي قبلها بفتره علشان كذا. فحاول ان انا ادير الموضوع، مش هوصل اللي قصادي ان انا رافضه نمط شخصيتك. فدي اول بالضبط. حاجه. خدي بالِك في حاجة، الإدارة دي مواجهة. إن اه أنا جيت قعدت مع الطرف التاني وقُلت له بعد إذنك بُص الأسلوب بيفرق إزاي، في حاجة هنا محتاج يعني بدِّل كلمة معيّنة، كلمني بطريقة معيّنة، ما باحبش الكلام الفلاني، باحب الكلام التحفيزي أو التشجيع، فدي دي أصلًا مواجهه. مواجهة. يعني الموضوع ما فيش أبسط منه، إحنا بس دي رابطينه حقيقه. بحاجة سلبية مش أكتر. دي حقيقه. الحاجه التانيه لما يبقى في بعض السلوكيات بيعملها الطرف التاني وانا ابقى مش عاجباني، إمم. بس السلوكيات دي ما فيهاش ممكن غلط وصح، إمم. او ما فيهاش عيب او حاجه حرام. هي سلوكيات هو متعود يعملها، إمم. طريقه قعده معينه، طريقه اكله معينه، طريقه كلام معينه. ففي الوقت ده انا محتاجه اشوف هو الشخص اللي قصادي ده سلوكه، طالما هو ما فيهوش حاجه غلط. يعني انا باكد جدا على النقطه دي، طالما ما فيهوش حاجه غلط، هل انا ممكن اتقبله؟ طب مش ممكن اتقبله. طب هل ممكن اشاور على الحته في السلوك إمم. اللي انا مش متقبلاها، بحيث ان الحته دي بس تتعدل علشان اعرف اتعامل معاها بس. إمم. لان سلوك الشخص، يعني كلنا التغيير بالنسبه لنا صعب. طبعًا. احنا نفسنا لما بنبقى عايزين نغير حاجه فينا، احنا نفسنا بنتعب جدا. صعب فعلًا أيوه. فبلاش نستسهل ان احنا نواجه علشان نغير اللي قصادنا. ماشي هنواجه طبعا، ودي مهمه جدا جدا. إمم. بس في نفس الوقت يعني ايه، علم نفسك التقبل، علم نفسك انك تعرف تتعامل مع انماط مختلفه. إمم. ايه الحاجه اللي ما ينفعش ما اواجهش فيها؟ لما يبقى فيه سلوك معين بيحمل معنى اهانه إمم. او عدم احترام، اهي دي ما فيهاش بقى طب هستنى، طب هشوف. لا، هو كلمه قالت او حاجه حصلت، اشوف كده تصرفات الشخص يعني ككل. هل هو شخص اصلا غلط؟ يعني هل أيوه. متعود يغلط؟ فبالتالي هو مش هياخد باله لوحده ان الكلمه دي وحشه. إمم. ده لو هو طبيعته كده. فبالتالي لازم اواجه زي ما هنقول ان شاء الله، بس لازم اواجه في إمم. النقطه دي. إمم. طب هو شخص مش غلط، بس خرجت منه مره كلمه عفويه، إمم. ممكن اعديها، لما تتكرر ابقى اقول له آه. عليه. إمم. لكن انا بشوف ان دي بالذات من النقاط اللي ما ينفعش تتعدى. وفي ناس تقول لك ايه، طب جربي تعديها مره. لا لا، هي ما تتعداش بالذات لو الشخص مش بياخد باله من اخطائه، لو إمم. هو دي حاجه فيه هو ده أسلوب مثلا. حياته أصلًا، في ده أسلوب حياته الغلط. زي مثلا ناس متعوده على الفاظ وحشه أيوه. طول الوقت، فلا ده عمره ما هياخد باله اصلا لوحده. فهنا المواجهه بس هدفها انها ايه، تركز له كده على النقطه اللي ما تنفعش. في نظرية في المجتمع يقول لِك بيدّوا مُبرر للشخص اللي هو مثلًا لسانه صليط، هو ده هي دي طريقته، ده أسلوبه، يعني فخلاص يعني هتواجهيه، هتغيّريه. المواجهة مش عشان أخلّيه يبطّل السلوك ده عمومًا، عشان يخلّيه معايا. يبطّله معايا. أنا عايزة أنت ممكن تكون لسانك صليط مع الكل، لكن تيجي عندي أنا لأ، خط أحمر، أنا مش متقبّلة ده، في غيري يتقبّل ده، في غيري يصبر ويستحمل، في غيري ممكن يكون نمط حياته شبه نمط حياتك فيتقبّل، هي حاجة نسبية جدًا. مهم. لكن أنا مش باواجهك عشان آجي أغيّرك ولا أقول لك أنت شخص كذا فتغيّر بقى كليًا، بالظبط. دي حاجة أصلًا مستحيلة يعني حتى لو الشخص صعبه. كويس يعني. بس لأ، أنا باواجهك عشان في حدود شخصية وأنا هاحطها لكل الناس اللي حواليّا، أنت من ضمن الناس دي. والمتجوزين كمان ساعات في حاجات بتظهر بعد الجواز من دي كتير بقى، إمم. سلوكيات معينه. يعني كان في واحده بتشتكي ان جوزها بيهزر بالايد وايديه تقيله. طبعا راجل وست في آه. فرق آه. ضخم يعني في طبعًا. الموضوع. إمم. ففكره الهزار بالايد اصلا هي مش في دماغها، وفي نفس الوقت ايده تقيله. إمم. فهي بتزعل جدا وهو بالنسبه له ده يعني. هزار. آه. فلما راحت بقى بيت اهله وبدات تقعد معاهم وكده، شافت ان كلهم هناك بيهزروا بالايد عادي. أسلوب حياته. فهي هنا فعلا هي يعني هتغير له اسلوب حياته، بس هو ضروري. فاهمه اللي هو ماشي، هو مش تغيير طفيف، هو تغيير جذري. انت إمم. كده انت متعود على كده طول عمرك. آه. لا تعالى نعمل شيفت، لان مش عارفين نعيش كده. إمم. ف... فكان هو فعلا الحل كده، انه يدرك انه ده الاسلوب في بيت اهلك، بس مش هو ده الاسلوب اللي تعرف تتعامل بيه مع زوجه مثلا او كده. إمم. إمم. محتاج تغير الحته دي. إمم. فدي من اهم الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نركز عليها، على اهميه المواجهه طبعا 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 طبعا. ايه اللي نواجه فيه وايه اللي نحاول نتقبله، ايه الحاجات اللي لازم نقف عندها وايه الحاجات إمم. اللي ممكن نعدي.